ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تمام تمام. يلا بينا نخش على وصفه النهارده. وصفه النهارده سهله جدا، سهله السهوله فوق ما تتخيلوها. اول حاجه جبت حله، هنزل عليها بمعلقه سمنه، انا موطيه النار، هعلي النار بقى وجبت البهارات هنا حواليا. خلاص الحله سخنت معايا. هنا ايه؟ نص فرخه، ورك وصدر، هسلقهم كويس جدا ونقعاهم في دقيق وليمون، وقعدت ادعكهم لحد ما بقوا زي ما انتوا شايفين كده فله. خلاص الفراخ اتشوحت زي ما انتوا شايفين كده. انزل بقى دلوقتي بايه؟ فلفل اسمر، مستكه وحبهان. انا حاطه المستكه وحبهان في البرطمان ده. ادي المستكه، اصبروا بقى لما نشوف فين الحبهان. وادي الحبهان اه تمام. انا عامله نص فرخه على قدنا. تمام. ومعايا هنا بصلايه صغيره خالص، 4/4 مقطعاها 4/4 بالشكل ده. تمام. هنزل بقى دلوقتي بالميه السخنه، ولازم تكون سخنه زي ما قلت لكم، لازم الميه تكون سخنه. الكاتل بقى، البراد اللي بتحطيها على النار وتغلي فيه ميه، حله وتحطي فيها ميه وتسخنيها مع بال تشوحي الفراخ زي ما انت عايزه. وبحب احط فيها قوي مرقه دجاج، بس انا للاسف ما عنديش مرقه دجاج، بس بتدي للفراخ في حته تانية خالص بصراحه. انا اصلا عامه بحب احط مرقه دجاج في كل الاكل بصراحه. يعني لو انا عامله لحمه بحب احط مرقه دجاج لحمه في الاكل، لو انا عامله فراخ بحب احط مرقه دجاج في الفراخ. بس للاسف زي ما قلت لكم انا ما عنديش فراخ، ما عنديش مرقه دجاج. فهنمشي العمل وهتطلع احلى واطعم شوربه فراخ. هسيبها بقى ايه، اعلي النار بس شويه، وهسيبها بقى ايه تستوي براحتها كده. اما عقبال نعمل الوصفه اللي بعدها. والوصفه اللي بعدها بصراحه انا
فشلت فيها كتير. مش عيب ان انا اقول ان انا فشلت في حاجه، فشلت فيها. يعني انا بقالي كام سنه متجوزه، 3 سنين اهو. عايزه اقول لكم ان انا في ال3 سنين دول عملت الوصفه اللي جايه ديت كم مره، يعتبر مرتين. اول مره فشلت، بصراحه طلعت تقيله قوي 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 قوي. تاني مره ايه اللي حصل لها، غطيت عليها، وهي الوصفه دي ما ينفعش نغطي عليها خالص، يعني ما ينفعش تقفلي الغطا عليها. تمام. فانا فشلت في الاثنين. فطبعا انا طبعا مش هستسلم، هعمل مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما تظبط معايا. يلا بينا. اما اجيب الغطا بتاع الحله ده. اول وصفه سهله وسريعه وخلصت معانا. يلا نخش على اللي بعدها، وحطوا لايك، حطوا لايك. بصوا حلاوه الشوربه ولا الريحه. فانا بقى هسيبها تستوي الاول قبل ما ندخل على الوصفه اللي بعدها، علشان هاخد الشوربه بتاعه الفراخ واعمل بيها ايه يا ترى ملوخيه. هنعمل ملوخيه بقى تستوي. اول ما تخلص سوا هاخد الشوربه بتاعتها عشان نعمل مع بعض الملوخيه اللي بتفشل معايا، ويا رب يا رب تطلع المره دي ناجحه باذن الله. اهم حاجه بس انت حط لايك. خلاص الملوخيه خلصت، وادي الرز، وادي الشوربه بتاعت الفراخ. حطيت فيها الملح لان انا ما كنتش حاطه فيها ملح، وبعدين سخنتها وحطيتها في طبق. هو ده بس طبق الشوربه اللي طلع من الفراخ، لان خدت الشوربه في الملوخيه زي ما قلت لكم، واللهم صل على النبي، فغرفتهم في طبق وغسلت الحله. وساعه ما نيجي نتغدى اقوم حاطه طبق الشوربه ده في الميكرويف 30 ثانيه او دقيقه بالظبط، ويكون سخن وكله تحت السيطره. والفراخ ادي الصدر والورك. جوزي هياكل الورك مسلوق عادي عشان تعبان، ربنا يشفيه يا رب. عايزاكم كلكم تدعي له. وانا هحمر الصدر. تمام كده يكون غدانا النهارده تحفه وسهل وسريع، ويا رب يكون عجبكم. خليكم معايا واحنا بنغرف عشان اوريكم النهائي. ايه اللي انا بقوله ده؟ شكل الاكل في الاخر يعني